أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ شنو الجو؟ اليوم بنتكلم عن الثريدز، واللي ما يعرف شو الثريدز بكل بساطة الثريدز هو اسم آخر لزر اللايك. يب لا أمزح. الثريدز هو تطبيق يشبه تويتر أو منافس لتويتر. طبعا تطبيق الثريدز هذا عنده شي يوم نازل، بس منزل شي 15 مليون شخص في يوم واحد. هذا تطبيق كله أكسجين، فهموني أعوذ بالله. بس في مميزات في التطبيق، هو أفضل من تويتر بأضعاف، زي إنه توثيق في تويتر بفلوس موني، ولكن في الثريدز مجاني. وفي شيء تاني بعد، انه لو عندك حساب انستغرام موثق وسجلت فيه على تطبيق ثريدز بيتوثق حسابك على ثريدز. ما شاء الله، الرفاهية شيء تاني. وايضا تقدر انك تغرد على راحتك. تغرد شو تويتر بينتهي بعد شي اسبوع، جي وديه للزبالة. من لما اشتراها ايلون ماسك خرب كل شيء بفلوس. هو أغنى واحد يدور فلوس زيادة، أعوذ بالله، طماع كبير ما يضيع منه قرش. طبعا الثريدز أقوى الصح، قوي الصح، أقوى من تويتر طبعا بدون أي كلام زايد. لايك قبل ما نشوف ردة فعله على تطبيق ثريدز. يلا بينا. طبعا قبل شي 10 ساعات من نزول تطبيق ثريدز، نزل شخص واحد على تويتر منشور كاتب فيه تطبيق ثريدز عبارة عن هذه الأزرار. دقيقة وبفهمك قصة الأزرار. طبعا هذه الأزرار هي عبارة عن أزرار نسخ، يعني تنسخ نصوص وحاجات كتير. ويقصد في المنشور أن ثريدز عبارة عن نسخ من تويتر، يعني قاعد يطقطق على ثريدز. وفجأة كتب ايلون ماسك تعليق على المنشور وحاط فيه ايموجي ضحك، يعني قاعد يطقطق على التطبيق، او هو متفق مع الطقطقة. يعني ردة فعله هي انه تطبيق ثريدز نسخة عن تويتر، وهذا كل شيء عن تطبيق ثريدز. ولكن في مصارعة حقيقية تحصل ضد ايلون ماسك ومارك بيركر، ومصارعة مو من شان تطبيق ثريدز او تويتر، المصارعة من شان شو نسيت. وروحوا اكتبوا في اليوتيوب ويطلع لكم، وشاهدوه من شان الناس يلقوا مشاهدات وينشهروا ويلقوا فلوس، وبهيك بكون عملت خير، وان شاء الله يكون في ميزان حسناتنا. روحوا شاهدوا فيديوهاتهم وخلونا نلموا حسنات. وهذا كل شيء جي وعمك ثريدز. كلمة جديدة انا قلتها اول واحد، مو يجي واحد يعرفه يقول لواحد من حقين تويتر عمك ثريدز. قول عمك ثريدز واكتب بعدها من تأليف الشاعر الكاتب العظيم والعظمة لله هامش. وهذا كل شيء، ويلا جي يا اوقف ديري ستوب، شوف مين التوب دانس في اللايف. بنتم تراكب سنتوب في نص الصين ندير في رقب، بارك كيلو ذهب قلبت المايك تفتح في نقب. مش عجبك كوكو كول عشب